تصريحات نارية ومؤذية من الخليفي بحق ميسي، كذبه بالدلائل وكشف الحقيقة كاملة. خرج ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان، لكن الدراما بين الطرفين لم تتوقف، إذ يبدو أن ميسي لا يعتزم نسيان المعاملة السيئة التي تلقاها في فرنسا. الحقيقة أننا لم نشهد على حقد من طرف ليو بحق طرف معين كما شهدنا في العامين الأخيرين. يكره ليو باريس وجمهور باريس وإدارة باريس أكثر من أي خصم واجهه، علما أنه ارتدى قميص هذا النادي ودافع عن ألوانه. العلاقة بين الطرفين لم تكن منسجمة لدرجة أن يخرج ميسي اللاعب البعيد دوما عن الجدالات والتصريحات الحادة بمقابلة ينتقد فيها ناديه السابق، ويسمح للمقدم أيضا بشتمهم على الهواء دون أن يطلب حتى حذف الفقرة قبل العرض. هذه التصرفات استدعت ردا رادعا وقويا جدا من رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، الذي ارتأى أن يخرج بنفسه في تصريحات يدافع من خلالها عن ناديه وسمعة كيان باريس سان جيرمان أمام المد الكبير من الهجوم الذي لحق بهم من قبل ميسي وعشاقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فلنتوقف في البدء عند تصريحات ميسي التي أشعلت الخلافات بين الطرفين من جديد. Bueno, se dio así. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo, y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Linda esa. Linda esa. Y bueno, que la recontra chupen. Esto no lo saquen, Todo pasa por algo, y si tenía que ser así. Qué lindo volver ahí, boludo. ¡Oli! Hermoso. Uy, y con el Kia también ahí. يعود غضب ميسي من باريس بسبب عدم تكريمه بعد تحقيقه لقب كأس العالم، وأنه الوحيد بين زملائه في المنتخب الذي لم يلقى التقدير الذي يستحقه من ناديه بعد ليلة 18 من ديسمبر. هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام من الخليفي بتاتا، وقرر الخروج والدفاع عن ناديه بوجه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. وقال الخليفي خلال تصريحات لRMC سبورت: كما شاهد الجميع، قمنا بنشر مقطع فيديو واحتفلنا بميسي في التدريبات، وأقمنا احتفالا له على انفراد أيضا. نحن نادي فرنسي، ومن الصعب الاحتفال في الملعب لأننا نحترم البلد الذي هزمه وزملائه بالفريق الذين يلعبون في صفوف منتخب فرنسا. ولم يتوقف الخليفي عند هذا الحد بتاتا، بل حاول إيذاء ميسي بالجائزة الفردية الأحب إلى قلبه، حتى وإن كان من بوابة اللاعب الذي أذاقه الأمرين هذا الصيف كيليان امبابي، وإذ به يمتدح اللاعب الفرنسي الذي لم يعرف مصيره حتى الساعة من أجل الرد على ليو بطريقته الخاصة. المشاكل تحدث داخل العائلة، ومبابي جزء من العائلة، وأشعر بالفخر لما يفعله ويقدمه الفريق بالكامل. نحن نمتلك أفضل لاعب في العالم، وهو من يستحق الكرة الذهبية، علما أن أغلب الترشيحات تصب لمصلحة ليو الذي يقال في الكواليس أنه حسم الكرة الذهبية الثامنة له بالفعل.